مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو يعتبر أضخم متحف في العالم يضم قطع أثرية الذي يليق بمصر وبحضارتها. يأتي المتحف المصري الكبير كواحد من أضخم المشروعات الثقافية والأثرية حول العالم، حيث يعد قبلة ثقافية وفريدة من نوعها على مستوى العالم. يقدم المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية في شكل جديد في صورة غير مسبوقة، تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة بشكل يليق بمكانتها التاريخية. المتحف المصري الكبير، عند الدخول ينبهر الزوار برؤية المسلة المعلقة الوحيدة في العالم، وهي ميزة تمهد للرحلة المذهلة المبهرة التي تنتظرهم. وتستمر العظمة بالتقدم نحو البهو العظيم، حيث يقف تمثال رمسيس الثاني الهائل الذي يبلغ وزنه 80 طن، وعلى بعد خطوات يستقبلك الدرج العظيم بمساحة 6000 متر مربع وارتفاع يعادل 6 أدوار. وعند صعود الدرج العظيم يمر الزوار على 59 تمثال ملكي وقطع أثرية فريدة. وعند الوصول إلى القمة يظهر منظر بانورامي مذهل للأهرامات. ومن مظاهر الاحتفال هناك أعمال التطوير بمحيط المتحف أو الطرق المؤدية للمتحف، سواء طريق المطار أو كل الطرق التي يسير بها ضيوف مصر خلال الافتتاح. وقد تم زراعة 4000 شجرة في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير و2500 نخلة. وقد تم الانتهاء من بناء الممشى السياحي الرابط بينهم بطول 1.2 كيلومتر، وتنفيذ 575 شخصية مصرية مؤثرة لعلماء وفنانين ومثقفين ورجال دين. وتم دهان أكثر من 3000 عقار بالجانبين على الطريق الدائري. كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة الخارجية الليلية وديكورات جديدة بألوان مبهرة في واجهة المتحف المصري. يمثل المتحف نقلة نوعية في طريق عرض وتوثيق الآثار، حيث يعتمد على أحدث تقنيات العرض الرقمي والتفاعلي لتقديم تجربة فريدة للزوار تمكنهم من استكشاف التاريخ المصري بأسلوب عصري. المتحف المصري الكبير يضم 12 قاعة عرض رئيسية وقاعات عرض مؤقتة ومناطق خدمية وساحات خارجية واسعة لاستقبال الزوار، إلى جانب مرافق تجارية وثقافية متكاملة تسهم في تنشيط السياحة المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميا. ويمتد المتحف على مساحة 490 ألف مربع، ويضم مدخلا رئيسيا ضخما بمساحة نحو 7000 متر مربع. في المتحف المصري الكبير ولأول مرة سيتم عرض جميع مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة. بعد أكثر من قرن على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي أحد أشهر ملوك الفراعنة، تعود كنوز الملك توت عنخ آمون لتتصدر المشهد الجديد، ولكن تلك المرة من داخل المتحف المصري الكبير. لحظة ينتظرها العالم، حيث تلتقي عظمة التاريخ بأحدث تقنيات العرض المتحفي لتروي حكاية الفرعون الشاب الذي رحل مبكرا وبقي اسمه خالدا في الذاكرة الإنسانية.
في 4 نوفمبر عام 1922 في مدينة الأقصر وبين كثبان وادي الملوك، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة صغيرة ظنها في البداية مثل الزائر المقابر الملكية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين. كانت المقبرة شبه مكتملة، تضم مئات القطع الذهبية والتماثيل والعقود والعربات وكل ما يرافق فرعون في رحلته إلى العالم الآخر. هي مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومن بين مقتنيات المقبرة التي تجاوزت 5000 قطعة يظل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون لا يضاهيه عمل في التاريخ، حيث صنع القناع من أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص، وزين بأحجار الفيروز واللازورد والعقيق ليجسد ملامح الملك الشاب في أبهى صورة. ويتم نقل مجموعة من توت عنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، وجمعت كل القطع الرائعة الموجودة في كل المتاحف، حيث بلغت القطع أكثر من 5000 قطعة تعرض في المتحف المصري الكبير. ويعرض لأول مرة ال3 توابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون لأول مرة مجتمعين. في 4 نوفمبر عام 1922 في مدينة الأقصر وبين كثبان وادي الملوك، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة صغيرة ظنها في البداية مثل الزائر المقابر الملكية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين. كانت المقبرة شبه مكتملة، تضم مئات القطع الذهبية والتماثيل والعقود والعربات وكل ما يرافق فرعون في رحلته إلى العالم الآخر. هي مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومن بين مقتنيات المقبرة التي تجاوزت 5000 قطعة يظل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون لا يضاهيه عمل في التاريخ، حيث صنع القناع من أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص، وزين بأحجار الفيروز واللازورد والعقيق ليجسد ملامح الملك الشاب في أبهى صورة. ويتم نقل مجموعة من توت عنخ آمون من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، وجمعت كل القطع الرائعة الموجودة في كل المتاحف، حيث بلغت القطع أكثر من 5000 قطعة تعرض في المتحف المصري الكبير. ويعرض لأول مرة ال3 توابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون لأول مرة مجتمعين.